ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ النهارده عندنا فيديو جديد. النهارده هنكمل بقيه شرح الخطط التكتيكيه، وهقول لك ايه الفرق بين الخطط كلها، وايه الفرق بين ستايلات اللعب، وايه الفرق بين ستايلات لعب المدربين. فعايزك كده تحمس وما تنساش تصلي على النبي وتعمل لك كوبايه الشاي الجميله، وما تنساش اللايك والاشتراك والكومنت بتاعك جميل، ويلا بينا. في الفيديو اللي فات يا شباب احنا شرحنا ايه هي البدايات كده، وايه الاضافات، وازاي تدخل اللعبه. شرحنا الحاجات البديهيه اللي في اللعبه اللي ممكن ناس كتيره ما تستفدش منها غير الناس الجديده بس اللي ممكن تستفيد. دلوقتي يا اخواتي احنا هندخل على الفرق وعلى المدربين. احنا المره اللي فاتت قلنا ان المدربين عندهم ستايلات لعب اللي هي استحواذ على اللعب، وهجمه مرتده، وكرات عرضيه، وكرات طويله مضاده، وكرات طويله اللي هي البوزيشن جيم، واللونج بول كاونتر، والكويك كاونتر، والاوت وايد، واللونج بول. انا دلوقتي هشرح لك ايه الفرق بين دي ودي ودي. بص يا باشا، في الاستحواذ على اللعب، الاستحواذ على اللعب ده ستايل لعب يا باشا. هقول لك، هحاول اشرحه لك على قد ما اقدر. بص، بتخلي اللعيبه كلهم يطلعوا ويرجعوا. يعني اللعيبه كلها بتزيد وبترجع، بتزيد بسرعه وبترجع بسرعه. بس الزياده والرجوع بسرعه دي بيبقى فيه ضغط من نص الملعب، بيبقى فيه ضغط، الفريق كله كتله واحده بيطلع وبيرجع. تمام، فدي بتعمل مشكله صغيره. لو واحد بيلعب معاك لونج بول كاونتر، فانت هتواجه صعوبه جدا في الهجمات المرتده السريعه. انت هتلاقي عندك فراغات في المساحات الخلفيه رهيبه جدا، ممكن انت ما تقدرش تلم وراه. يعني فجاه تلاقي اللاعب المهاجم بتاعه قدامه الجون انفرادات، انفرادات بالهبل. فعلشان كده لو انت هتلعب بوزيشن جيم، تمام، البوزيشن جيم ده افضل مدرب فيه يوهان كرويف طبعا. تمام، انا عندي يوهان كرويف اهو. افضل حاجه ممكن تخش تلعب بيها دلوقتي مع يوهان كرويف في الاستحواذ على اللعب، انك هتلعب باتنين بيلد اب. وهنا دي يا شباب ستايلات اللعيبه. قبل ما احنا نشرح، تعالى نعمل كده بوز، هنشرح ايه هي ستايلات اللعيبه. دلوقتي كل لاعب عنده ستايل لعب. تمام، في عندك المهاجم القناص اللي هو الجول بوتشر، والمهاجم المراوغ اللي هو الدامي رانر، وعندك المهاجم المتربص اللي هو فوكس ان ذا بوكس. تمام، وعندك قلب الهجوم، تمام، اللي هي اللي هو التارجت مان، واللاعب الهجوم الداعم اللي هو اللهم صل على رسول الله، اللي هو الديبلاينج فيرود. تمام، وعندك لاعب اللي هو الابداع في صناعه اللعب اللي هو الكرييتيف بلاي ميكر، وعندك جناح غزير الانتاج اللي هو البروفيك وينجر تقريبا، والجناح الحر اللي هو الرومينج فلانك. خلاص، ومتخصص العرضيات اللي هي كروس سبيشاليست، وعندك كلاسيك نمبر 10 اللي هو الراجل رقم 10 على الكلاسيكي. تمام، ولاعب بين الوسط والهجوم اللي هو اللاعب الهول بلاير، ومن الصندوق الى الصندوق اللي هو البوكس تو بوكس، اللاعب الارتكاز يا باشا اللي هو الانكور مان، المحطم اللي هو الديستروير. خلاص، خبير صناعه اللعب اللي هو الاوركستريتور. تمام، بناء اللعب اللي هو البيلد اب اللي انا بكلمكم عليه. المهاجم الاضافي اللي هو اللهم صل على رسول الله، اللي هو الستايل اللعب القديم بتاع باستوني اللي هو بيزيد في الهجوم. تمام، وعندك الظهير المهاجم اللي هو الاتاكينج فول باك. تمام، وعندك الظهير المدافع اللي هو الديفensive فول باك، والظهير الاتاك، الظهير الهداف اللي هو الفول باك فينيشر. خلاص، ده الفينش بتاعه بيبقى عالي شويه. والحارس المرمى بقدرات هجوميه، ده الحارس اللي بيرجع بيطلع بره الجون شويه وبيدافع في الانفرادات من غير ما انت تعمل فيه كنترولنج. تمام، وحارس المرمى بقدرات دفاعيه، خلاص، اللي هو مدافع ثابت في مكانه، بيحاول يطلع بذكاء شويه، ما بيطلعش على طول. يعني مش اي انفراده بيطلع لوحده، انت لازم تتحكم فيها علشان يطلع. تعالوا كده واحده واحده. دلوقتي يا اخواتي هشرح لكم واحده واحده ايه الفرق. عندك المهاجم القناص اللي هو الجول بوتشر، المهاجم ده بيبقى واقف في ظهر اخر مدافع. يعني ايه واقف في ظهر اخر مدافع؟ يشوف اخر مدافع في الخط الدفاع فين ويقف معاه، يقف جنبه، في ظهره بقى، قدامه وجنبه. تمام، المشكله ده احسن عامه، ده احسن ستايل هجومي في اللعبه. انت واقف مع اخر مدافع، ده مجرد بس ده بيبقى قدام المدافع. لو انت في الهجمه، لو انت طالع هجمه تيجي تاكا وبتاع وبسط، ده بيبقى واقف قدام المدافع على طول. تمام، الاستقبال منك الباص، هو بيستقبل منك الباص، بياخدها 1، تقوم انت ساحبها 2، تقوم انت مديها له انفراد. تمام، ده ستايل لعب ايه؟ المهاجم القناص او الجول بوتشر. تمام، عندك المهاجم المراوغ، ده تقريبا من، يعني بالنسبه لي انا، تاني افضل ستايل للمهاجم التاني في التشكيله. لو انت بتلعب لونج بول كاونتر، اللي هي الكرات المرتده السريعه. تمام، اللي هي الكرات المرتده الطويله. تمام، او الكويك كاونتر. انت في الستايلين دول انت محتاج المهاجم مراوغ. المهاجم المراوغ ده بيعمل ايه يا باشا؟ بيسحب المدافع اللي ماسكه، او بيسحب اتنين مدافعين، او بيسحب الباك لو الباك دفاعي، بيسحبه معاه وينزل تحت.
فبيدي فرصه لو انت بتلعب مثلا بي اس اس اللي هي سكند سترايكر، تمام، ما بتلعبش بيه سترايكر على طول، بتلعب بيه سكند سترايكر عادي. فده بيسحب بقى اللعيبه، يعني ده بيعمل زي فكره المهاجم الوهمي. انت لو بتلعب باتنين روس حربه، باتنين سي اف، وبتلعب بواحد سكند سترايكر، ده بيسحب المدافعين او الباكات، بيتحرك بقى، ده بيتحرك من ناحيه الجناحين، من ناحيه الجناح الشمال للجناح اليمين لخط النص. ده المربع بتاعه اللي عمال يتحرك فيه، وده المربع اللي بيسحب فيه المدافعين. يعني بيشوف المهاجم بتاعك واقف جنب مين وبيقف جنبه بيسحب منه المدافع. ده بقى بيفضي خانه لمين؟ بيفضي خانه للاعب الاي ام اف او الاتاكينج ميد فيندر، تمام. اللهم صل على رسول الله. فانت بيخلق ليه مساحه، بس انت بقى على حسب انت تختار ستايل لعب ايه. ما علينا، هنتكلم في الموضوع ده بعدين باستفاضه اكتر، والشرح هيبقى باستفاضه اكبر. تمام. عندك المهاجم المتربص. المهاجم المتربص ده اللي هو الفوكس ان ذا بوكس، اللي هو ستايل لعب ايرلينج هالاند الجديد اللي لسه نازل في باكج كاس العالم، اللي هو ال 108 ولا ال 109. تمام. اللاعب ده زي ما انتم شايفين ده بيفضل واقف في ال 18، ملوش دعوه بقى واقف مع اخر مدافع مش واقف مع اخر مدافع، هو واقف في ال 18 ما بيتقلقلش منه. خلاص، مستني بقى عرضيه بتاع. بس الفكره كمان لو انت طالع بهجمه هتلاقيه رجع لورا خطوتين علشان يستنى منك العرضيه الارضيه. فاهم الفكره؟ يعني الفوكس ان ذا بوكس، الجول بوتشر بيفضل قدام، بيفضل مع اخر مدافع. ده الاي اي بتاعه، الاي اي كنترولنج بتاعه، ان هو بيفضل مع اخر مدافع. فممكن انت وانت بتلعب وانت باني هجمه وعايز ترجع الكره عرضيه مثلا، بتجري في مساحه وعايز ترجع الكره ورا علشان تبغت الدفاع، تمام، تبقى كره مبغته وعايز تجيبها من بره، بيخلق مساحه لنفسه. الجول بوتشر ما بيخلقش مساحه لنفسه. الفوكس ان ذا بوكس بيخلق، هو اللي بيخلق المساحه لنفسه. وقليل ما هتلاقي لاعب فوكس ان ذا بوكس سريع. فوكس ان ذا بوكس ذكي جدا، ملك ال 18 هو الفوكس ان ذا بوكس. بس الفكره بقى انك تعرف ازاي تلعب بيه، تمام. وعندك اللاعب اللي هو تارجت مان، اللي هو اشهرهم يان كولر. تارجت مان ده بيقف في ال 18، ما بيتحركش منها، تمام. عنده قوه بدنيه والتحامات رهيبه جدا، و 90% بيبقى طويل علشان يستلقي العرضيه وبتاع وياخدها، وبيقعد يحجز بجسمه وحاجات كده. لاعب الهجوم الداعم او الديبلاينج فيرود. الديبلاين فيرود ده بقى ايه؟ هو عكس عكس جلو بوتشر. هو بيقف مع اول مدافع موجود. يعني انت مثلا لو احنا رتبنا الدفاع 1 2 3 4، لو مثلا لاعب الجول بوتشر بيقف جنب المدافع رقم 4، هو اللاعب ده الديبلاين فيرود بيقف جنب المدافع رقم 1 او 2، اللي هو اللي ناحيه كمان الدي ام اف، تمام، اللي هو اول مدافع بيواجهه في وشه. ده بقى ايه؟ ده بالنسبه لي تاني افضل، يعني افضل ستايل ممكن تلعبه كراس حربه تاني. يعني مش سكند سترايكر، سكند سترايكر ده انت اساسي لازم تلعبه دي بلايند فيرود، تمام. لكن اللاعب الهجوم الداعم او قصدي الدامي رانر، اللاعب الهجوم الداعم اللي هو الديبلاين فيرود، لعبوا راس حربه مهاجم تاني. يعني انت كده عندك دلوقتي في راس الحربه، لو انت تلعب راس حربه كويك كاونتر، تمام، عايزك تلعب، لو انت تلعب 2 سي اف وواحد سكند سترايكر، عايزك تلعب بالاولاني مثلا جول بوتشر، او لو انت تلعب بواحد جول بوتشر، العب بجنبه بدي بلاينج فيرود وواحد دامي رانر. انت اي دفاع لاي خصم هيتفك. لو اقوى دفاع في الموسم هتلاقيه اتفك تحت ايدك عادي جدا، تمام. الدنيا لحد الان مفهومه زي الفل. لو ما فهمتش حاجه دوس بوز دلوقتي وارجع الفيديو كمان دقيقتين وعيد تاني الحته اللي انت ما فهمتهاش. انا بحاول اشرح باستفاضه على قد ما اقدر. ان شاء الله انا هجيب كاميرا جديده وهحاول اظهر بوش اكتر، والتعبير الوش اظن ان انت هتحاول توصل لك المعلومه احسن. عندك الابداع في صناعه اللعب اللي هو الكرييتيف بلاي ميكر. افضل خط نص الاي ام اف او الاتاكينج ميد فيندر، تمام. افضل ستايل لعب ممكن تلعب بيه. الراجل ده بيزيد في الهجوم، بيرجع يدافع، بتلاقيه في نص الملعب بيتحرك يمين وشمال، بيلعب في كل حته في الملعب، بيلعب كل حته في خط النص، وممكن يلعب كمان سكند سترايكر. مين افضل لاعب بالنسبه لي كترتيب كده بالنسبه لي انا شخصيا؟ هو ريكاردو كاكا. لان انا ما جربتش ولا نسخه كويسه كرييتيف بلاي ميكر لميسي. يعني مفيش نسخه كويسه كرييتيف بلاي ميكر لميسي انا صراحه امانه جربتها، مفيش نسخه. افضل نسخه لاعب كرييتيف بلاي ميكر من ناحيه الفيزيكاليتي، من ناحيه السبيد، من ناحيه الفينش، من ناحيه الدريبلينج، من ناحيه الاكسلريشن والبتاع والتحركات والاي كيو داخل الملعب والكنترولنج اي اي، كل ده موجود
في ريكاردو كاكا. تمام. علشان كده انا معتمده من 2021 الى الان، يعني من بيس 21 طلع ريكاردو كاكا الى الان اهو احنا قاعدين في 26 وداخلين على 27. احيانا واحياكم الله ان شاء الله. تمام. أنا لسه بلعب بيه، افضل كريتيف بلاي ميكر في اللعبه. تمام، بلا استثناء يعني بلا منازع قصدي. ما علينا. الراجل ده بقى بيعمل ايه؟ ده بيحاول بقى، فاكرين لما انا قلت لكم قدامي رانر بيسحب المدافع؟ حلو جدا. الكرييتيف بلاي ميكر بقى الذكاء بتاعه هو الدامي رانر بينزل. لو انت كنت بصيت ندي مثلا مثال دامي رانر زي مثلا راؤول جونزاليز. عندك هجمه في نص الملعب، ريكاردو كاكا ادى كوره لراؤول. ريكاردو كاكا راؤول جونزاليز سحب المدافع. ريكاردو كاكا طلع في المساحه، راؤول اداها له تاني. دي بالظبط اللي بتحصل. بالظبط. يعني هي دي افضل جمله تكتيكيه تفك بيها دفاع الخصم. والديبلاين فيرود كده كده اصلا بيسحب المدافع لتحت، ما بيطلعوش لقدام، بيسحب المدافع اللي ماسكه لتحت. تمام. ده الابداع في صناعه اللعب. ممكن تلعبه كجناح، ممكن تلعبه لا ستايل جوكر. وعندك الجناح غسيل الانتاج. تمام، اللي هو تقريبا الرومانينج فلانك تقريبا. ده الرومانينج فلانك مش البلوفيك وينجر. تمام. عندك اللاعب اللي هو غسيل الانتاج، انا مش فاكر بروفيك وينجر ولا الرومانينج فلانك، بس هو الاولاني. ده بيعمل ايه يا باشا؟ ده بيحاول يكسر لجوه. ده دايما هتلاقيه قريب من خط الهجوم. لو انت بتلعب بالجناح اللي هو الغزير الانتاج ده هتلاقيه دايما دايما مايل لجوه، كسر لجوه. ده اللاعب ده بيكسر لجوه ويشوط. زي مين؟ زي محمد صلاح. ده الروميننج فلانك يا شباب. ده غزير الانتاج يعني روميننج فلانك. تمام، زي محمد صلاح. انتوا فاهمين الفكره؟ زي محمد صلاح كده بيكسر ويدخل جوه العمق ويشوط ار2. بيكسر ناحيه الهجوم ويدخل البوكس ويشوط. ده الرومانينج فلانك او جناح غزير الانتاج. الجناح الحر اللي هو البلوفيك وينجر، اللي هو زي نسخه نيمار اللي لسه نازله. دي بلوفيك وينجر. بلوفيك وينجر ده بيفضل على خط الخط بتاع الاوت. تمام. بيفضل على الخط بيجري رايح جاي. اللي بيلعب شويه عنده شويه واجبات دفاعيه وبتاع. لو انت لعبه ال اللي هو الليفت ميد فيندر. تمام. او دبليو اف اللي هو الجناح المهاجم. ما علينا. انت لو لعبته الليفت ام اف. تمام. انت ده بيدي له واجبات دفاعيه، فالاي اي بيستوعب ان هو بيرجع يدافع شويه وبيساند الدفاع وبيساند الباك. فانت كده بالنسبه للبلوفيك وينجر هو حلو، بس ما تستناش منه ان هو يسجل، لان بنسبه كبيره بينزل بفينش قليل. الفينش بتاعه بيبقى قليل جدا، بس بتلاقيه سبيد واكسلريشن ودريبلينج كل حاجه من ناحيه السرعه والمهاره والخفه هتلاقيها موجوده فيه. وبنسبه 70 80% في الفتره الحاليه في الفتره الحاليه دلوقتي هو بينزل اصلا باكسلريشن بيرست، او بينزل بمومنتوم دريبلينج. هي اللعيبه دي. تمام. ما علينا. عندك لاعب بقى الناس المتخصصين عرضيات في اللعبه. تمام، اللي هو متخصص العرضيات اللي هو كروس سبيشاليست. اللاعب ده بيبقى موجود على الخط نفس فكره البلوفيك وينجر، بس الفرق ان هو ما عندوش طاقه دريبلينج. هو ما عندوش طاقه دريبلينج. بس الفرق ايه؟ هو بقى بيفتح مساحه، بيسحب الباك ليه. والكره لما تبقى معاك الباك ايه الاي اي طبعا بيتحكم. لو هو عامل سويتش على الباك وما تحكمش فيه ورجع مع الكروس سبيشاليست، الاي اي بيخلي اللاعب على طول في الكنترول. اللي هو غبي وبيضغط داش وخلاص، لو اللاعب يعني ما بيفهمش في الديفندنج يعني بيضغط داش وبس، هتلاقي سحب الباك ناحيته. ففضى ناحيه ايه؟ ففضى الدنيا ناحيه الكروس سبيشاليست. هتلاقي لاعب فوكس ان ذا بوكس او تارجت مان هيقوم رافع له العرضيه بتوصل بالمقاس. بالمقاس يعني ده بجد، العرضيه بتوصل بالمقاس. وعندك اللاعب كلاسيك نمبر 10. كلاسيك نمبر 10 ده بالعربي وده بالانجليزي نفس الكلام. كلاسيك نمبر 10 ده راجل محترم جدا. بياخد له 18 ياردة وبيتحرك فيه. بياخد له مربع كده من نص الملعب بيتحرك فيه، يروح يمين شمال بتاع. اللاعب ده بينزل بطيء مش سريع. معظم الوقت بينزل مش سريع، بس تحركاته جنونيه رهيبه. تحركاته بتلاقيه بيفتح مساحه، الباصات عنده عاليه جدا. هتلاقي مهاري جدا، بيعرف يرقص في شبر، بيعدي في شبر. تمام، زي نسخه رونالدينو كلاسيك نمبر 10. زي نسخه اللهم صل على رسول الله. نسخ اسمهم ايه؟ دييجو الماندو مارادونا. نسخ دييجو الماندو مارادونا كلها كده ما عدا نسخه واحده تقريبا كرييتيف بلاي ميكر.
نسخ كتير لعيبه كلاسيك نمبر 10. دراجر ستويتشيكوفيتش هو كده برضه. تمام. بس يعني الستايل ده حلو، بس لو انت مش عايز الاي ام اف بتاعك يتحرك قدام، لو انت مش عايزه يزيد في العمق اللي انت مش هتلعب، لو انت هتلعب 2 جول بوتشر وتحتيهم اي ام اف عادي، لعب كلاسيك نمبر 10 او كرييتيف بلاي ميكر. اهم حاجه بقى ايه؟ اهم ستايلين لعب ليه لعيبه، المفروض دول اللي اهم حاجتين. تمام. عندك لاعب بين الوسط والهجوم اللي هو الايه، اللي هو الهول بلاير، وعندك لاعب بوكس تو بوكس او من صندوق الى صندوق. تمام. البوكس تو بوكس ده، تعالى نبدا بالبوكس تو بوكس وننهي بالكريتيف بالهول بلاير. البوكس تو بوكس او من صندوق الى صندوق، اللاعب ده بينزل بنسبه 90% استمنة 90، بريت البوينتس استمنة 90 90 ريت. تمام. لانه بيجري في كل حته في الملعب، لو انت حطيته سي ام اف او سنتر ميد فيندر، تمام، انت بيرجع يدافع، بيرجع خط النص، بيبني الهجمه، بيطلع هجوم، لو لقى مساحه في الهجوم هيطلع والفينش بتاعه حلو. اللاعب ده ما بيتعبش، يعني واقف على رمان بيلي. زي مين؟ زي جيرارد، نسخ جيرارد كلها كده. زي مين تاني؟ زي فالفيردي. فالفيردي كده معظم النسخ بتاعته بوكس تو بوكس. لعيبه كتيره كويسه جدا بتلعب بوكس تو بوكس، وزي ماتيوس. ماتيوس نسخه البوكس تو بوكس هتلاقيه بيفرق في الملعب، عمال بيلف زي النحله. تمام. عندك اللاعب اللي هو التاني اللي هو اللاعب بين الوسط والهجوم. اللاعب ده الاي ام اف اللي هو البلاير. اللي هو البلاير نفس فكره الايه، اللي هو الكريتيف بلاي ميكر، بس الكريتيف بلاي ميكر اذكى. الكريتيف بلاي ميكر اوقات كتيره ما بيطلعش يزيد في الهجمه في المساحات دي، لو لقى مساحه بيزيد، ما لقاش مساحه ما بيزيدش. الهول بلاير لا، الهول بلاير هو فينيشر وهداف وعايز يطلع مع الهجوم. يعني انت لو حطيت واحد اي ام اف هول بلاير، اعرف ان انت بتلعب، لو انت بتلعب مثلا باثنين راس حربه وبتلعب بواحد اي ام اف، العب ان اي ام اف هول بلاير، اعرف ان انت بتهاجم بثلاث لعيبه، ثلاث لعيبه راس حربه. تمام. بيلعب لك بستايل لعب السكند سترايكر من غير ما انت تحط سكند سترايكر، وبيرجع يدافع وبيرجع يهاجم، يمسك، مش بيدافع، اللي هو بيمسك خط النص، ما بينزلش تحت خط النص، عكس الكريتيف بلاي ميكر. كريتيف بلاي ميكر اشمل من ده. وفي بعض اللعيبه الكرييتيف، يعني مش كل اللعيبه الكرييتيف اللي ممكن تلاقي كده. يعني مثلا لاعب تلاقيه كان هول بلاير وبعد كده بقى كرييتيف بلاي ميكر زي ريكاردو كاكا، هتلاقيه جامع الخاصيتين، جامع التو اوبشنز معاه. تعالوا بقى للايه، للناحيه بقى الدفاعيه شويه. عندك اللاعب الارتكاز. اللاعب الارتكاز ده اللي هو انكور مان. الانكور مان ده يا باشا بكل بساطه هو لاعب بيقف دي ام اف، ديفندنج ميد فيندر. تمام. ده بيقف في نص الملعب حيطه خرسانيه، بيقف مع اللاعب بيحمي نص الملعب اللي هو المربع اللي قبل ال 18 على طول. هو بتبقى حيطه السد اللي قبل ال 18، هو ده بيبقى ممكن يقف لوحده. زي مين مثلا؟ زي رايكارد، النسخه الرخمه اللي احنا خدناها ببلاش دي ومطلعه عيننا في الديفيجن. زي رودري. تمام. هي اللعيبه دي بتبقى كده. هي اللعيبه دي عنده طاقات دفاعيه، بيبقى طويل، بساطته حلوه جدا، بيعرف يلف بالكوره، الفيزيكال بتاعه رهيب جدا بنسبة 70 80%، بيبقى عنده سلايد تاكل. دلوقتي يا اخواتي هندخل على خبير صناعة اللعب اللي هو الاوركستريتور، اللي هو انت ما تفهمش بيلعب دي ام اف انكر مان ولا بيلعب ايه، بس هو ده ميزته الوحيدة ان هو بياخد الكورة من الدفاع بيطلعها له، عكس الانكور مان. الانكور مان ما بيطلعش له، اللي هو الاوركستريتور لو انت حطيته سي ام اف بيزيد في الهجوم، لو انت حطيته دي ام اف بيزيد في الهجوم بس مش قوي، ما بيعديش خط النص بزياده، يعني حد خطين بعد نص الملعب هو بيفضل واقف هناك. ودلوقتي يا اخواتي ندخل على الدفاع. عندك اهم ستايلين للدفاع. عندك اللي هو بناء اللعب اللي هو البيلد اب، وعندك حاجه اسمها الديستروير اللي هي دي. تمام. عندك اللاعب اللي هو البيلد اب ده بيبقى متاخر، ما بيزيدش، ما بيتهورش، ما بيطلعش قوي، يعني ما بيبيعش نفسه من الاخر بلغه الكوره، لو انت بتفهم كوره كده ما بيبيعش نفسه. لاعب مش بياع، لاعب بيشتري نفسه، بيشتري دماغه، بيشتري كرامته. زي مين؟ زي فان دايك. ما بيجريش على المهاجم، بيفضل يعمل ماتش اب عليه، بيبقى بيدي مسافه بينه وبين المهاجم. طبعا لو المهاجم فينيشر من بعيد وعنده مثلا ويل باور او لو سكريمر، طبعا دي مش حاجه كويسه. لو مهاجم مهاري بتاع، دي حاجه كويسه بالنسبه لي. لو مهاجم المهاري بيبقى البيلد اب مهم جدا. لو انت بقى بتسيب فراغات دفاعيه زي ستايل البوزيشن جيم، تمام، انت مضطر تلعب باتنين بيلد اب علشان تلاقي اتنين مدافعين متاخرين، لان اللاعب التاني، الستايل التاني اللي انا هتكلم عليه اللي هو الديستروير او المحطم، ده بقى بيبيع نفسه، ده راجل بياع ما بيشتريش. علشان كده اللعبه نزلته لك عادي جدا يقف دي ام اف.
وبيقف سي ام اف. تمام، عادي زي ديفيد، ولا مش عارف اسمه ديفيدز، مش فاكر، اللي هو بيلبس نظاره اللي كان بيلعب في اليوفنتوس ده لاعب بياع، ده لاعب ما ينفعش تعتمد عليه اتنين في الدفاع، هتلاقي فراغات دفاعيه من هنا لبكره. تمام، فانت لو بتلعب بوزيشن، تمام، فانت بتلعب بظاهرين مهاجمين علشان تطلع في الهجوم، وبتلعب بظاهرين باتنين اتنين سناتر بيلد اب علشان تلاقي فيه خطين دفاعيين موجودين ما بيعدوش نص الملعب في الهجمه بتاعتك. لان خلي بالك في البوزيشن جيم انت بتلاقي فريقك اللي واقف على خط النص، اللي واقف دي ام اف، هتلاقيه واقف على نص الدايره، واقف في نص الدايره، ده بيبقى انكور مان. لو انت شلت الانكور مان من خطه من خطه اللعب البوزيشن، انت ضيعت الدنيا كلها، لان انت كده هتلاقي نفسك بتلعب باتنين مدافعين بس. تمام، انا بتكلم يا شباب عن اللعب المنطقي، بعيدا عن السكريبتات، بعيدا عن الاراء، اللعبه عايزه ايه. ممكن واحد جدا يلعب لك باتنين مدافعين ومش عارف تعدي منه طول الماتش عادي جدا. عندك حاجه بقى اسمه المهاجم الاضافي. اللاعب ده ستايل لعب باستوني، اللي هو الاكسترا فونت، مش عارف ديفندر ولا مش عارف اسمه ايه. لا، المهاجم الاضافي ده مدافع بيزيد على بعد نص الملعب، بيزيد، هو وظيفته ان هو يزيد بعد نص الملعب بس. ده طبعا بيسيب لك مساحه، لو انت بتلعب بثلاثه مدافعين ممكن تلعب بواحد ده واثنين بيلد اب، الدنيا معاك بتبقى حلوه جدا. المدافع ده بيبقى قوي جدا، المدافع ده بياع نفسه بروماكس، يعني انت لو بتتكلم على الدستروير بياع، ده بياع نفسه بروماكس، طاقته دفاعيه حلوه، بس هتلاقيه دايما واقف جنب الايه، الانكور مان، مش هتلاقيه واقف جنب المدافع، تلاقيه طالع لقدام وبينضم للهجوم، تلاقي فجاه ام اف، تلاقي المدافع ده ام اف. بتعمل ايه؟ تعالوا بقى يا شباب ندخل للاظهره. تمام، عندك ثلاث ستايلات لعب للاظهره. عندك ظهير مهاجم، ظهير مدافع، ظهير هداف. الظهير المهاجم يا شباب بالانجليزي اللي هو الاتاكينج فول باك، اللي هو زي فيليب لام. الظهير المدافع اللي هو الديفensive فول باك، زي كوستا كورتا، زي تورام، زي ليليان تورام، تمام كده، تمام، زي بيرجومي. الظهير الهداف زي مين؟ زي سيو هرنانديز. سيو هرنانديز تمام، ظهير مهاجم، ظهير هداف. انت لو ممكن يكون عنده الكيك باور عالي والفينش عالي، يبقى عنده الفينش بتاعه حاجه و80 في الاواخر، اوائل الثمانينات في اواخر السبعينات كده. تمام، عندك الظهير المدافع ده هتلاقيه ما بيعرفش يعمل عرضيات، بس صخره دفاعيه، ده ثابت. لو انت بتلعب خطه بوزيشن جيم وحاطط اتنين اظهره دفاعيين، انت قتلت نفسك في الهجوم بس زودت قوتك في الدفاع. انت عندك اربع مدافعين، خط الدفاع اربعه مش هيعدوا خط النص، هتلاقي الباكين بس معديين خط النص بعد خط النص، تمام، واتنين بيلد اب وواحد انكور مان في النص الدايره. فهجمه مرتده سريعه انت مستحيل تتقطع منك الكوره، مستحيل قصدي ما تقطعش منه الكوره، مستحيل. انت كده علت دفاعيا، علت فريق. تمام، عندك الظهير المهاجم. الظهير المهاجم ده هتلاقيه بقى جامد في كل حاجه، جامد في دفاع، جامد في هجوم، جامد في عرضيات. ده بالنسبه لي ستايل اللعب المتوازن. انا بلعب بستايلين، انا بصراحه بلعب بستايلين، الشمال دايما بخليه مهاجم واليمين بخليه مدافع، لان انا بلعب كويك كاونتر. اخر حاجه بس في اخر نقطه شرح، الخطه نفسها الاستحواذ على اللعب. هقول لكم يا شباب افضل خطتين ممكن تلعب بيهم بوزيشن جيم، تمام، او الاستحواذ على اللعب. عندك الخطه دي، تمام، الخطط اللي هي 4 3 3، وهنا انت بتلعب بجناحين، تمام، بتلعب باول جناح، الجناح الشمال هنا عايز تلعب بيه كرييتيف، العب بيه كرييتيف، بس انصحك تلعب بالشمال، الجناح الشمال كرييتيف، والتاني رومينج فلانك، تمام، اللي هو ده، اللي هو ده، تمام. تلعب مثلا زي محمد صلاح، تلعب ده مثلا، تمام، اللي هو جناح حر، يعني هتلعبه جناح حر. عايز تلعب لامين يامال، تلعب محمد صلاح، ده كله جناح اليمين، خلاص. وده طب يا عبد الرحمن اللي هو المهاجم، احسن لك تلعب جول بوتشر، احسن لك، احسن ستايل لعب في البتاع جول بوتشر. ولو انت تعرف تلعب بديبلاينج فيرود، اللي هو يتاخر شويه علشان تعرف تبني تيكي تاكا، لو انت مخضرم في اللعبه او تعرف تجيب اجوان، اللعبه ده هيبقى مقفول. الخطه دي بتقفل لك نص الملعب، بتقفل لك الملعب كله، الملعب بيبقى في رجلك. عندك زي ما انت شايف كده اللاعب الانكور مان، عندك ده، خلاص. وعندك لاعب هنا بوكس تو بوكس، وممكن تلعب هنا بوكس تو بوكس تاني او اوركستريتور. مين الاوركستريتور؟ ممكن يكون ده، عادي جدا، خلاص. وممكن تخلي تلعب باتنين دي ماف، بس الاحسن تبقى كده، واحد بوكس تو بوكس، واحد انكور مان، واحد اوركستريتور. اوركستريتور ياخد الكرة من هنا، الانكور مان يرفعها للاوركستريتور، اللي انت كده كده عامل اوركستريتور سي ام اف، فياخد خط البوكس نص الملعب، هو اللي هياخد ده، ده هياخده بيرلو هياخده، تمام. وعندك ده هيزيد بقى في الهجوم معاك والدنيا تمام، لان ده بوكس تو بوكس، خلاص. عندك هنا ده طبعا محطم، اللي هو ديستروير، طبعا انت هتشيل ده وترميه في الزباله عادي جدا،
هتقوم انت حاطط لاعب زي دين هويسن، خلاص الاثنين بيلد اب، وعندك هنا ظهير مدافع، ظهير مهاجم، وظهير مدافع. انا بلعب بدال كده، تمام، لان انا ما عنديش صراحه اظهره هجوميين في الار بي صراحه. قصدي في ال بي، عندي الار بي ده ما عنديش غير ظهير هجوم واحد بس اللي بعتمد عليه، اللي هو فليب لام، تمام، والحارس بتاعك كده. دي افضل خطه ممكن تلعب بيها بوزيشن جيم. والخطه الثانيه يا شباب، الخطه دي اللي هي 4 3 2 1. الخطه دي في البوزيشن انت يعني انت بتنفخ خصمك. انت رخم، ده انت راجل رخم قوي يا اخي. ايه ده؟ انت بتعمل ايه بقى هنا يا باشا؟ اول حاجه، انت بتلعب بواحد انكور مان، هتضطر تلعب هنا باتنين بوكس تو بوكس. هتلعب بده مثلا بجيرارد، وهتلعب بده. طب عندك الاتنين دول، هتلعب بواحد ام اف، تمام، هول بلاير زي ده مثلا، تمام، ده بيلعب هول بلاير، او من اسمها إيه اللي بين الوسط والهجوم اللي هو هول بلاير. هتلعب واحد هول بلاير وده، وهتلعب هنا ده جول بوتشر زي مبابي، بس يكون الجول بوتشر سريع وبيعرف يباصي. سريع وايه وبيعرف يباصي، تمام. بس دول افضل خطتين يا شباب للبوزيشن جيم انت ممكن تلعبهم. غير كده ما اشوفش حد بيلعب لي باربعه راس حربه ويلا انا بلعب بوزيشن جيم اربعه راس حربه. لا معلش في الكلمه، يعني سبستيتيوشن من حرف الخاء، تمام، ما ينفعش. وهنا يا اخواتي نكون وصلنا لاخر الفيديو. لو وصلت لحد هنا ولسه بتتفرج عليا، ما تنساش اللايك، اشتراك، كومنت بتاعك جميل، ويا رب اكون فدتكم. وما تنساش تصلي على النبي، والسلام.